السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بسعادة وخير يا رب. النهاردة أول رجب. أول الشهور الجميلة بتاعت السنة. يا رب إن شاء الله كل واحد يحقق اللي يتمناه يا رب. نقول بقى من هنا ورايح ايه: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. قمت كده أول حاجة عملتها، أنا كنت الحمد لله صايمة النهاردة عشان النهارده الاثنين واول رجب، فطبعا مستحب صيام الاثنين والخميس. فصمت النهارده الحمد لله. قمت كده قريت الورد بتاعي من القرآن. وسبحت شوية. طبعا العمل في رجب بضعف الأجر على طول، نعمل اللي علينا وربنا معانا إن شاء الله. تعالوا كده اوريكم بقى ايه شارع الهرم والقفلة بتاعته عشان المترو. بصوا، يعني تلات ارباع شارع الهرم تقريبا مقفول. بصوا كده، انا نزلت كده فقلت ايه اوريكم القفله بتاعت شارع الهرم. بعد كده قلت اعمل ايه. قلت بقى اول سفره في صيام رجب نعملها كشري. نقعت العدس، وبعدين حطيت كده بقى ميه، كنت نقعها قبليها بشويه طبعا. حطيت ميه فيها ملح وكمون، وحطيت العدس ياخد كده نص سلقه. في حله تانية طبعا حطيت الميه عشان اسلق المكرونه. بس قلت ايه اعمل العصير بالمره. كان عندي مانجا طلعتها، حطيتها في الخلاط كده شويه الاول مع ميه وسكر وهسيبها شويه بعدين اضربها. وقطعت البصل وحطيته في القلايه. الاول البصل حطيت له دقيق ونشا وقلبته كده تقليبه، وبعدين هحطه في القلايه. قلت هعمله على 10 دقايق على 180 درجه ونشوف هيحتاج تاني ولا ايه. تمام كده. فانا كده اهو خلاص حطيت البصل في القلايه ده، رشيت له رشه زيت بس. وهنا جيت بقى ايه حمرت الشعريه عشان الكشري. حمرتها برضو في شوية زيت صغيرين. بعد كده بعد ما حمرتها هضيف عليها الرز. انا كنت مستعجله، الوقت كان قرب والعدس كان لسه بياخد نص سلقه، فقلت كده ايه اكسب وقت احط الشعريه على الرز واديها تقلبتين كده على ما العدس يجهز واضيفه عليهم على طول. فاديت كده تشويحه للرز مع الشعريه زي ما احنا شايفين كده. انا اول مره على فكره اعمل الكشري في بشعريه. عاده ما بحطلوش شعريه، بس المره دي قلت ايه احط له. المهم خلاص ايه ضفت العدس كمان اهو وقلبته مع بعض. وحط بقى ايه ملح وكمون. تمام، طبعا الكشري روحه الكمون. وقلبتهم مع بعض وهبدا انزل عليهم بالميه المغليه. طبعا ايه عادي بقى بنفس طريقه السوا بتاعه الرز، بتحطي الميه السخنة واسيبه بقى يتشرب، وبعدين اوطي عليه واسيبه بقى يستوي على مهله. هنا المكرونة كانت خلصت خلاص وصفتها، حطيت لها كمان معلقتين زيت عشان ما تمسكش في بعض وسبتها بقى على جنب. هنا الكشري كان اتشرب خلاص اهو وسايباه يكمل سوا. هنا بقى قلت ابص على البصل، لقيته لا لسه محتاج وقت كمان، فهتزوده كمان 5 دقايق على نفس درجة الحرارة. تعالوا بقى نعمل مع بعض الصلصة. دول كده توم مفروم، مش مفروم يعني، انا قطعته كده قطع صغيرة عشان ما كانش عندي توم مفروم جاهز، فقطعته في صوص التوم قطع صغيرة. وبعدين حطيت عليها الخل. طبعا بقى البخار طالع على الكاميرا معلش. وبعدين ده طماطم معصورة ضفتها عليها. بعد ما حطيت الخل بسيب التوم يغلي غلوتين مع الخل، وبعد كده بضيف الطماطم او الصلصة زي ما هتحبي. وقلبت كده الطماطم مع التوم والخل، وكمان هحط عليهم معلقة صلصة صغيرة اهو عشان بس تدي لون حلو. وهقلبهم مع بعض برضو. وبعدين هحط بقى التوابل بتاعتي. هحط ملح، فلفل اسود برضو، كمون، وكمان رشة سكر عشان الطماطم والصلصة. وزودت مية في الدورق بتاع الخلاط، وزودت الصلصة مية وهسيبها بقى ايه مع نفسها. هنا رجعت للبصل تاني برضو لقيته لسه هو تقريبا بقى في الاخر يعني كله طلع بياخد ربع ساعة. تمام، برضو على حسب ايه القلاية. تعالوا هنا نعمل بقى الدقة اللي على البارد مع بعض. بس بلمع الكاميرا عشان كان عليها بخار. حطيت توم مفروم، حطيت عليه ملح وفلفل وكمون، وحطيت كمان عليهم شوية خل
وهضيف شوية مية، المية سخنة شوية بس كان لسه عندي وقت انها تبرد يعني، فحطيت شوية مية سخنة وخلطت ده كله مع بعض وبقت الدقة جاهزة معي. هنا خلاص بقى الكشري كان خلاص جاهز، ادي الدقة ودول شوية صلصة حطيت عليهم شطة لوحدهم كده، وادي الكشري، واحط صلصة بقى كده على الوش اهو زي ما احنا شايفين كده. وهحط كمان معاها وردات البصل اللي احنا عملناه مع بعض اهو، ادي كده وردات البصل كمان الدقة، وادي العصير. العصير انا حطيت كوباية واحدة عشان انا بس اللي كنت صايمة، فحطيت كوباية واحدة بس ليه، والباقي طبعا شربوه بقى بعد الفطار وبعد الغدا بعد كده يعني. وادي كده الاكل بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. طبعا الكشري من الاكلات الحلوه قوي بس منصحش بيها في الصيام بصراحه، بتتعب فعلا في الصيام، تبقي عايزه بعديها بقى تحسي انك عايزه حاجه حلوه وعايزه حاجه ساقعه وعايزه حاجات كتير قوي يعني. بس من الاكلات الجميله، طلع طعمه حلو قوي، طبعا كلنا بنحبه. دي بقى كده كده شويه مشتريات كده خفيفه كنت جبتها، كنت جايبه عرض وايبس واحده، وجايبه كولا زيرو، وكمان علبه لبن اللتر ونص دي أنا جايباها ب35، وكمان كيس توست، ودي حزمة نعناع برضو جبتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتنوري كده القناة بسبسكرايب زي ما قلت لك، لايك للفيديو بقى عشان الفيديو يترفع واكبر عدد يشوفه. وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش شهر رجب بيضاعف بالاجر سواء الثواب او العقاب يعني او الذنب، فان شاء الله يكون عملنا كلها خير. السلام عليكم.